الإنفلونزا الموسمية تعتبر من الأمراض الفيروسية الأكثر شيوعاً في فصل الشتاء، وتمثل تحدياً صحياً يؤثر على حياة الملايين حول العالم كل عام. تبدأ القصة عادة بتغيرات بسيطة في الطقس، ويظن الكثيرون أنها مجرد نزلات برد، لكن الفرق يكمن في أن الإنفلونزا رغم تشابهها مع نزلات البرد قد تكون أقوى بكثير وأكثر تأثيراً على الجسم. فما هي الأسباب وراء الإصابة المتكررة بهذا الفيروس؟ وكيف يمكن التمييز بينه وبين البرد العادي؟ والأهم، كيف نقي أنفسنا من الوقوع فريسة لهذه العدوى السنوية؟ أسباب الإنفلونزا الموسمية. الإنفلونزا الموسمية تنتقل عبر فيروسات تتغير وتتحور بشكل مستمر، مما يجعل من الصعب على الجهاز المناعي التعرف عليها ومقاومتها بفعالية. تحدث الإصابة عند انتقال الفيروس عبر الرذاذ المتطاير من شخص مصاب، خاصة في الأماكن المغلقة والمزدحمة. من أبرز الأسباب التي تساعد على انتشار الفيروس التغيرات المناخية. التغيرات في درجات الحرارة تضعف مناعة الجسم وتزيد من تعرضه للفيروسات. التجمعات البشرية. انتشار الإنفلونزا يتزايد في الأماكن المغلقة مثل المدارس والمكاتب. نقص المناعة. ضعف المناعة سواء بسبب الإجهاد، سوء التغذية، أو عدم الحصول على اللقاح يزيد من فرص الإصابة. أعراض الإنفلونزا الموسمية. الإنفلونزا تختلف عن البرد في شدة أعراضها وتأثيرها على الجسم. من أبرز الأعراض التي تميزها الحمى. غالباً ما تكون الحمى مرتفعة وتصل إلى 39 درجة مئوية أو أكثر. آلام في الجسم. يشعر المصاب بآلام قوية في العضلات والمفاصل تجعله يفقد القدرة على القيام بأنشطته اليومية. التعب والإرهاق. يصاحب الإنفلونزا شعور بالتعب الشديد، مما يجعل من الصعب القيام حتى بالمهام البسيطة. السعال الجاف. من العلامات المميزة أيضاً للإنفلونزا، وقد يستمر السعال لأسابيع حتى بعد انتهاء العدوى. التهاب الحلق وسيلان الأنف. على الرغم من أن هذه الأعراض أكثر شيوعاً في نزلات البرد، إلا أنها قد تظهر أحياناً مع الإنفلونزا. طرق الوقاية من الإنفلونزا الموسمية. الوقاية من الإنفلونزا تتطلب اتباع مجموعة من الإرشادات والاهتمام ببعض العادات الصحية التي تساهم في الحد من فرص الإصابة بها. التطعيم السنوي. يعد اللقاح السنوي الطريقة الأكثر فعالية في الوقاية من الإنفلونزا. الحفاظ على النظافة الشخصية. غسل اليدين باستمرار يساعد في قتل الفيروسات والحد من انتقالها. تجنب الاختلاط بالمصابين. عند انتشار الإنفلونزا ينصح بتجنب التجمعات والأماكن المزدحمة. التغذية السليمة. تناول الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات مثل فيتامين سي والزنك يقوي المناعة. النوم الجيد. يلعب النوم دورا كبيرا في تقوية الجهاز المناعي، مما يجعله أكثر قدرة على محاربة الفيروسات. طرق علاج الإنفلونزا الموسمية. في حالة الإصابة بالإنفلونزا من الضروري اتباع بعض التدابير العلاجية التي تساعد على تخفيف الأعراض والتعافي بشكل أسرع. تعتمد طرق العلاج عادة على الأعراض التي تظهر على المريض وتخفيف الألم والحمى. الراحة التامة. الراحة تساعد الجسم في توجيه طاقته لمقاومة الفيروس وتسريع الشفاء. شرب السوائل. شرب الماء والعصائر الدافئة يحمي من الجفاف ويساهم في تخفيف الاحتقان. المسكنات وخافضات الحرارة مثل الباراسيتامول والإيبوبروفين تساعد في تخفيف الألم والحمى. استخدام العلاجات المنزلية. مشروبات مثل العسل مع الليمون والزنجبيل تعتبر فعالة لتقليل السعال وتهدئة الحلق. استشارة الطبيب. في الحالات الشديدة أو عند ظهور مضاعفات ينصح بزيارة الطبيب الذي قد يوصي بمضادات الفيروسات. نصائح لتعزيز المناعة في موسم الإنفلونزا. تحسين المناعة يعتبر أساس الوقاية والعلاج، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تناول مكملات غذائية مناسبة أو اعتماد نظام غذائي متوازن وغني بالألياف والفيتامينات. ومن أبرز النصائح التي تساعد في تعزيز المناعة ممارسة الرياضة. التمارين الرياضية تقوي الجسم وتزيد من قدرة الجهاز المناعي. الإقلاع عن التدخين. التدخين يضعف الجهاز التنفسي ويزيد من احتمالية الإصابة بالعدوى التنفسية. التقليل من التوتر. الضغوط النفسية تؤثر سلباً على المناعة، لذا ينصح بممارسة التأمل والأنشطة التي تساعد على الاسترخاء. الفرق بين الإنفلونزا ونزلات البرد. من المهم التفرقة بين الإنفلونزا ونزلات البرد،
حيث يعتبر البرد أخف من الإنفلونزا، وغالباً لا يصاحبه ارتفاع شديد في الحرارة أو آلام الجسم الشديدة. كما أن نزلات البرد قد تحدث في أي وقت من السنة، بينما تنتشر الإنفلونزا بشكل أكبر في فصل الشتاء.